حد عارف ايه علاقة مسلسل جعفر العمدة اللي مكسر الدنيا بالذكاء الاصطناعي؟ طب حد عارف ايه علاقة اصلا الذكاء الاصطناعي بالرعب والخوف وخطورته على البشر في الفترة الحالية؟ لو عايزين تعرفوا ايه علاقة كل اللي انا قلته ببعضه، تعال معايا وشوف الحلقة كاملة على اليوتيوب. انا رامز عادل وده المغبعنجي. اكيد محدش يقدر ينكر ان مسلسل جعفر العمدة مكسر الدنيا، بس تعالى اقول لكم الاول ازاي الذكاء الاصطناعي ما يقلش خطورة عن الاسلحة النووية والقنابل والحروب، لان خطورته على البشر اكبر بكتير جدا، بداية من الوظائف اللي هيلغيها لانه هيحل محلها. بس مش ده موضوعنا دلوقتي، هنبقى نتكلم فيه بعدين. احنا موضوعنا الاساسي بدايته كانت مع الصور اللي قدامك دي، واللي انتشرت انتشار واسع جدا. واحب اقولك ان الصور دي جزء بسيط من اللي يقدر يعمله الذكاء الاصطناعي. وطبعا كلكم لسه بتسألوا برضو ايه علاقة الذكاء الاصطناعي بمسلسل جعفر العمدة؟ تعال اقولك ان في تقنية جديدة في الذكاء الاصطناعي اسمها CGI، وهبقى اكلمكم عنها بالتفصيل بس بعد كده. المهم ان التقنية دي كل اللي متابع جعفر العمدة كان بيسأل هو المخرج محمد سامي ازاي قدر يصغر ممثلين جعفر العمدة لما كان بيحتاج يرجع بالزمن لورا فلاش باك، بس محدش كان فاهم هو ازاي عمل كده. عمل كده بتقنية CGI اللي انا بقول لكم عليها بالظبط. تعالى بقى اصدمك واقول لك ان التقنية دي اصلا مش جديدة ولا حاجة، دول بقالهم كتير بيستخدموها بره مصر، واكتر فيلم استخدموها فيه كان فيلم ذا ايرش مان. تقريبا استخدموها في معظم اجزاء الفيلم، بس يحسب للمخرج محمد سامي انه اول مخرج يستخدمها هنا في مصر. المرعب بقى في تقنية CGI دي هي ان التقنية دي بيستخدموها كتير جدا في الدارك ويب، في الصور والفيديوهات، وبيقدروا يعيدوا المشاعر والاحساس واي رياكشن محتاجينه منك بياخدوه من اي فيديو مختلف، وبعد كده ياخدوا المشاعر دي ويدمجوها بوش اللي هم عايزين يضيفوا عليه الفيديو، وبعد كده بيدمجوا الفيديوهات دي مع الفيديوهات التانية وبيغيروا اي حاجة هم عايزينها، وهتطلع حقيقية جدا زي ما انتوا شفتوها بالظبط في المسلسل ده. كمان اللي جه في المسلسل ما كانش هو اقوى حاجة، وصعب انك تفرقها عن الحقيقية بأي شكل من الاشكال. وطبعا الموضوع ده زود عمليات الابتزاز بشكل مرعب لناس تقيلة جدا في العالم، والموضوع ده اتكلمت عنه حكومات ودول عظمى كتيرة جدا، وحاولوا بشتى الطرق انهم يوقفوا المشروع ده نهائي، لكن طبعا ما قدروش. حتى إيلون ماسك قرر انه يوقف المشروع اللي شركته شغالة عليها بقالها فترة كبيرة وصرفت عليها فلوس كتيرة لمدة 6 شهور، لحد ما يقرر هيعمل ايه من كتر الخوف اللي وصل له العالم. وإيلون ماسك قال ان الذكاء الاصطناعي هو اخطر سلاح عن العنصر البشري. ده غير طبعا ان اي حد متابع التكنولوجيا عارف الروبوت عايدة اللي بقت اشهر روبوت في التاريخ من كتر ما هي طبيعية، وبتقدر بالذكاء الاصطناعي تعمل معادلات في جزء من الثانية. ده مش بس كده، ده بتقدر تعرف نبرة صوتك واحساسك وطريقتك، وتقدر تدمج كل ده مع بعض وتحس باللي انت عايز تقوله بالملي. لو فكرتوا في الموضوع هتترعبوا بشكل مخيف. عارفين يعني ايه حتة حديدة تبقى عارفة كل اللي جواك؟ وكأن الافلام اللي كنا بنتفرج عليها زمان للآليين اللي بيتطوروا بعد كده بيبقوا عايزين يخلصوا من كل البشر ويتحكموا في العالم، شكله بيتحقق فعلا. السؤال هنا، حد فيكو ربط كل اللي انا قلته ده بالحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده بتاعة ألواح الشيطان والماسونية، وان في منظمة هي اللي بتحكم العالم ده وبتنزل باللي هي عايزة تهيئك ليه على شكل أفلام في الأول وعلى بعد زمن طويل، وبعد كده بتنزل كل فترة بحاجة حقيقية؟ بصراحة الموضوع غريب جدا. جربوا تربطوا كل الروابط ببعض كده وهتلاقوا زي ما بقول لكم ان في حاجة مش مظبوطة، وممكن تتفرجوا على الفيديوهات اللي ظاهرة فوق دلوقتي وانتوا هتعرفوا اللي انا بقوله لكم. يا ترى بقى في حد فيكم عنده نفس احساسي؟ يا ريت تراجعوا كل اللي بقوله وتقولي له رأيكم ايه. ويا ريت اللي عنده اي حكايات تخص الذكاء الاصطناعي او اي حاجة ليها علاقة بالخطر على البشر يكتب لنا في الكومنتات. اما بقى اللي عنده اي سؤال او اقتراح برضه يسيبه هناك واكيد هشوفه وارد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم لو انت بتتفرج دلوقتي على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية
هتلاقي اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. انا رامز عادل وده المغبقنجي.